السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله هنقدم لكم بليغات بزنجلان وتنزينوهم باللوز، تيجيو لذاذ بزاف. نبداو بالمقادير على بركة الله. 250 غرام ديال الدقيق، 250 غرام ديال الزنجلان ما محمرش خضر، تقريبا عندي هنا واحد 200 غرام ديال اللوز مقلي باش هنزينو في الاخير. من الاحسن يكون لوز صغير، انا هنا ما عنديش لوز صغير، درت غير اللوز الكبير. 4 كاس ديال الزيت، 4 كاس ديال المزهر، نص معلقه صغيره ديال الزبده، نص معلقه صغيره ديال القرفه، صفر بيضه، شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخل، نص خماره الحلوه ما يعادل 4 غرام، واحد شويه ديال الخميره معجونه. انا هنا عندي حبيبات، يمكن لكم ديروا غير المعجونه العاديه، تديروا غير راس المعلقه. والماء دافي باش نجمعو. في الاول تناخذ شويه ديال الماء تنديروا على هاد الخميره باش تذوب. هناخذ الدقيق هو الاول، نزيد عليه الزنجلان، نخلطهم بحال هكا نساجمو. كما قلت لكم الزنجلان خصو يبقى خضر حيت مازال هنقليوه باش يلاه تيجي هو هذاك في الطياب. الا حمرناه وعاد درناه باش نقليوه تيولي شويه مر. هنزيد المزهر والزيت، صفر بيضه، ملح نديرها هنا في الجنب، قرفه، خماره الحلوه، معلقه صغيره ديال الزبده، وهاد الخميره معجونه اللي ذوبنا في الماء صافي. وتنخلط حتى تنجمع بهذا الشيء هو الاول. عاد لا خاصني الماء عاد تنبدا نزيد شويه بشويه الماء على حسب تجمع لينا العجينه. هنزيد شويه ديال الماء، تحاولوا تزيدوا الماء غير بشويه بشويه باش ما تجراش لينا في خطره العجينه، خاصها تجي شويه قاصحه. تقريبا خدا لي واحد نص كاس ديال الماء، ويا على حسب الدقيق، كاين الدقيق اللي تيشرب وكاين الدقيق اللي لا. دابا غنحط نعلكها تتبغي شويه ديال العليك، ما عندناش الزنجلان صحيح تتبقى تفرتت لينا شويه، معليش شويه هاد الجمع خصنا غير نعلكوها. انا درت غير كميه قليله، لا بغيتو تضاعفوا المقادير تضاعفوهم.
تنبقاو نعلكوها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، نحدها هي تتعلك وهي تتماسك. من خليت العجينه ترتاحت دابا غنطلقها بالمدلك. خصني نطلقها رقيقه بزاف، او طلقوها غير بالمدلك ودوزوها في الماكينه ديال السباغيتي باش تجيكم رقيقه، ولا طلقتوها غير بالمدلك فحال هكا خصكم ترقوها مزيان تمشي مقاده. تنبقى نقلب فيها فحال هكا بلا دقيق بلا حتى حاجه، ونطلقها بالمدلك باش تمشي كلها مقاده وخصها تجينا رقيقه. ملي تنطلقوها مزيان فحال هكايا تكون رقيقه، اما تنجيبو الجرار وتنقطعوها مربعات، اولا عندكم شي قطع فحال هكا مربع. انا حيت بغيت نديرها صغيره غنديرها بهذا المربع، ومني تيمشي لنا كلشي بقاد، او يمكن لكم ديروا غير الجرار. تناخذ وحده فحال هكا، تنجيب هاد الطرف مع هاد الطرف وتنلصقهم بحال هكا. يمكن لكم تخشيو صباعكم هكا، انا غير تنضغط هكا ونهبط حيت عندي صغيره. تنحطوها جانبا، ناخذ وحده اخرى عاوتاني تنجيب هاد الطرف مع هاد الطرف هكا وتنضغط وتنورك هكا تنقاده باش تعطينا هكا الشكل ديال البليغه. الا بغيتو ديروهم كبار من هكا تديروهم، انا درتهم صغيورين بحال هكا وتنضغطوا، تنخليو الوسط خاوي بحال هكا. تناخذوا هاد القنت مع هاد القنت، نقدروا نخشيو بصبعنا هكا باش يبقى لنا الوسط خاوي، اولا كنتو صافي ولفتوها بلا ما تديروه صافي تعطينا هاد الشكل. غنبقى غادا هكا تنكمل كاع هاد البليغات كلهم، قطع العجينه على شكل بليغات وباش نقليوهم ان شاء الله. ملي كملت كاع البليغات دياولي سخنت الزيت ونقصت عليه العافيه مهيله تسخن مزيان، عاد نقصت عليه. دابا غنبدا نقلي البليغات. ملي تيتقلاو لنا البليغات بحال هكا تيتحمروا غير شويه بحال هكا صافي تنحيدوهم من الزيت لانهم مازال هيطلقوا في اللون ديالهم في العسل. درت هنايا العسل، نخشيهم في العسل مباشره من الزيت للعسل
باش يشربوا العسل مزيان. ضفيت شويه العسل من قبل بحال هكا. هنخليهم يشربوا مزيان العسل ومن بعد هنصفيهم في الصفايه. هنكمل دابا القليان ديال البليغات. ديما العافيه ناقصين منها حيت يكون عندنا الزيت سخون هكا باش يطيبوا لنا حتى من الداخل. شحال ما بغيتوهم يكونوا شاربين العسل تتخليوهم مده طويله في العسل. انا هنبقى بهذه العمليه نقلي وندوز في العسل ومن بعد نصفي حتى نكمل كاع هاد البليغات اللي عندي. ملي صفيت البليغات من العسل خديت بحال هكا كل وحده غندير فيها داك اللوز اللي مقلي بحال هكا كل وحده من جنب تجينا بحال هكا. تيجيو لذاذ بزاف ونتمنوا يعجبوكم وتجربوهم وبالصحه والراحه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.